السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كده بيسأله طلبة الثانوية العامة: هو احنا ليه بندرس كيمياء؟ هو انا هخلط مية بنار يعني ولا هعمل قنبلة ذرية؟ الموضوع ده بيعمل حساسية غريبة لكل الطلبة، ويمكن انت كمان بتحس نفس الإحساس كل ما تسمع كلمة كيمياء. هو انا ليه أدرس كيمياء؟ ليه أذاكر معادلات معقدة، تفاعلات يا سيدي ملهاش لازمة، ومجموعات وظيفية؟ هو أنا هبقى عالم في معالم الأبحاث السرية، ولا هخلط مية بنار يعني، ولا هعمل قنبلة ذرية لا سمح الله؟ أنا عايزة أعيش حياتي، عايزة أعيش حياتي بشكل طبيعي، سيبوني بقى. سؤال في محله وسؤال جميل جدا، وقناة عالم التعليم هتردلك على السؤال ده بكل بساطة. كتير مننا بيحس إن الكيمياء دي لغز محير بيطاردنا من أول إعدادي لحد ما نخلص جامعة، بس صدقني بعد الفيديو ده هتغير نظرتك للكيمياء 180 درجة، وهتكتشف ان الكيمياء دي مش مجرد معادلات وتجارب خطيرة، دي وصفة الحياة لكل اللي حواليك، ودي السحر الخفي اللي بيصنع كل حاجة بتشوفه في الحياة. يا معلم يا بتاع التفاعلات تعالى معايا. أول حاجة دي بقى موجودة في كل بيت، وكل الناس بتشربها وبتحبها: المية. المية اللي بتشربها والهدوم أكيد اللي انت لابسها بقى سرهم في المعامل السرية الكيميائية. بص يا سيدي، أغلبنا بيشوف الكيمياء دي حفظ عناصر وموازنة معادلات وحاجات كده بتجيب صداع ملناش دعوة بيها، يعني شوية حاجات بتدرسها غصب عنك علشان تخلص منها. طب تعال نشوف الموضوع ده من زاوية تانية خالص. المية اللي انت بتشربها دي سحر ولا كيمياء؟ هل فكرت ازاي المية دي بتوصلك نقية ونظيفة؟ عمليات تنقية المية وتعقيمها دي كلها كيميائية يا باشا. ازاي بيشيلوا الشوائب، ازاي بيطهروا المية، كل ده مبني على تفاعلات كيميائية. يعني لو ما كانتش الكيمياء موجودة كان زماننا بنشرب مية من الترعة مباشرة، أو بنجيبها من الآبار ما تعرفش مصدرها ايه. هدومك دي قماش ولا جزيئات ذكية؟ التيشيرت اللي انت لابسه حاليا ده أو الفستان اللي انت لابساه، الألوان اللي فيه، نوع القماش اللي منه، كل ده كيمياء. ازاي بيصنعوا الالياف الصناعيه، ازاي بيثبتوا الالوان على القماش عشان ما تقعش، ازاي المنظفات اللي بتغسل بيها الهدوم بتشيل البقع، كل دي تفاعلات كيميائيه بنستخدمها كل يوم. يعني لو ما كانتش الكيمياء موجوده كان زماننا بنلبس جلد حيوانات زي الانسان البدائي، او بنشوف الهدوم بتنزل او الوانها مع اول غسله. الأكل اللي بتاكله ده جاي منين؟ العيش اللي بتاكله، الزيت اللي بتقلي بيه، أيوة أيوة متستغربش، الملح اللي بتحطه على الأكل، حتى الألوان الصناعية اللي في الحلويات، كل دي يا باشا مواد كيميائية، بعضها طبيعي وبعضها مصنع كيميائيا. الكيمياء بقى بتفهمك ازاي الأكل بيتحول في جسمك لطاقة، وازاي ممكن نحافظ على الأكل ده من إنه يبوظ. يعني لو ما كانتش الكيمياء موجودة كان زماننا عايشين على الأكل الني أو الفاسد، مفيش حاجة اسمها تلاجة أو حاجة حتى اسمها مواد حافظة. يبقى الكيمياء دي مش مجرد تركيبات غريبة، ده الكتالوج بتاع كل حاجة بتاكلها، بتشربها، بتلبسها، وبتستخدمها في حياتك. وكمان بتفهمك الدنيا ماشية ازاي بجد، مش بس السطح، ده المطبخ السري بتاع الكون. تخيل كده انك عايش في مطبخ كبير قوي، بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل فيه، مش فاهم ازاي المكونات بتتحول لأكل حلوة. هل هتعرف تطبخ او تفهم الأكل؟ لا طبعا. الكيمياء اللي بتعلمك وصفات الكون اللي احنا عايشين فيه ده، كل حاجة حواليك كيميائية، من أول الهواء اللي بتتنفسه، أكسجين، نيتروجين، وحاجات تانية، لغاية المية اللي بتشربها H2O، لغاية التربة اللي بتمشي عليها، وحتى جسمك نفسه اللي كله كيمياء في كيمياء. الكيمياء بتشرح لك تركيب كل المواد في الكون ده، بتفهم ازاي الذرات بتترابط مع بعضها علشان تكون جزيئات، وازاي الجزيئات دي بتتفاعل مع بعضها علشان تكون المواد اللي حوالينا. يعني لو ما كانتش الكيمياء موجودة كان زمان كل حاجة حوالينا كتل صماء ملهاش أي معنى علشان احنا مش فاهمينها. التكنولوجيا اللي بتغير حياتنا واللي مش مجرد فيزياء بس، الموبايل اللي في ايدك ده مش فيزياء بس، فيه كمان كيمياء، البطارية بتاعته بتشتغل بتفاعلات كيميائية، الشاشة اللي بتنور بمواد كيميائية، البلاستيك اللي مصنوع منه الموبايل ده برضو مواد كيميائية مصنعة. وخد بقى عندك الأدوية اللي بتعالج الأمراض، البنزين اللي بيمشي العربيات، البلاستيك، المعادن اللي بنستخدمها في كل حاجة، دي منتجات كيميائية اخترعها علماء الكيمياء. يعني الكيمياء دي مصنع اللي بيطلع أحدث وأهم التكنولوجيا اللي بنعيش بيها كل يوم. وكمان خلينا نبص للكيمياء من زاوية تانية، من زاوية الطاقة والمستقبل. كلنا بنسمع عن أزمة الطاقة، طب إزاي بنطلع الطاقة من البترول أو الغاز الطبيعي؟ إزاي بنخزن الطاقة في البطاريات؟ الكيمياء بقى بتشرح لك كل ده، بتفهم إزاي التفاعلات الكيميائية بتولد طاقة، وإزاي ممكن نطور مصادر طاقة جديدة ونضيفة. يعني الكيمياء دي الخزان
السر بتاعك وهو سر الطاقة اللي بتدفع العالم كله. وكمان خد عندك الصحة والطب، دي أكتر من مجرد أحياء. لما بتدرس كيمياء بتفهم إزاي الأدوية بتشتغل على جسمك على المستوى الجزيئي، إزاي الدواء ده بيروح يهاجم المرض في حتة معينة في الخلية، إزاي الجسم بيتفاعل مع المواد الغريبة. بتفهم إزاي بيتم تطوير أدوية جديدة. يعني الكيمياء هي الصيدلي الذكي بتاعك اللي بيعرف مكونات الدواء وبيشتغل إزاي. دماغك هتتطور وتبقى كيميائي. دراسة الكيمياء مش بس علشان تحفظ رموز أو عناصر أو ترسم تركيبات جزيئات أو حتى تقرفك في الامتحانات، دي بتعمل في دماغك عملية تحديث، كأنك بتنزل أحدث سوفت وير على معالج عقلك. بتخليك محلل عبقري مش ساذج، مش أي حد يضحك عليك. الكيمياء بتعلمك إزاي تفكر بشكل منطقي وعلني، إزاي تحلل المشكلة لأجزاء صغيرة لمكوناتها الأساسية، إزاي تدور على الأسباب الكاملة وراها، وإزاي توصل للحل الصح خطوة بخطوة. المهارة دي مش بس علشان تحل مسألة كيمياء، دي بتنفعك في أي مشكلة في حياتك، سواء كنت في الشغل أو في البيت. حتى لو عايز تعمل خلطة جديدة للتنظيف بتخليك كيميائي في تفكيرك. مفكر شاطر مش بغبغاء بيتكلم على الفاضي. بتعلمك ازاي تسأل المنتج ده مكوناته ايه وازاي المادة دي اتفعلت كده. بيخليك ما تقبلش اي معلومة كده على انها مسلمة، وتدور على الاسباب العلمية والمنطقية وراها. يعني لو قالك المنتج ده طبيعي 100%، الكيميا بقى بتخليك طب هو طبيعي 100% ليه، وايه المكونات الكيميائية اللي فيه، وهل فعلا ما فيهوش اي حاجة مصنعة. بتقوي مهارة ربط المعلومات ببعضها. الكيمياء بتوريك ازاي كل الظواهر في الكون مرتبطة ببعضها، المادة بالطاقة، الصناعة بالموارد، البيئة بالاستهلاك. بتتعلم ان الكون ده كله معمل كبير، مفيش حاجة بتحصل معزولة عن باقي الحاجات. دي مهارة بتساعدك تفهم تعقيدات الحياة اللي احنا عايشين فيها، وكمان تشوف الصورة الكبيرة. بتزود قدرتك على حل المشاكل بقى بشكل إبداعي جدا. لما بتواجه مشكلة كيميائية زي مثلا إن تطوير البلاستيك صديق للبيئة، وده عملنا له فيديو هنا على القناة، بتضطر تشغل دماغك تجرب طرق مختلفة، تفكر بشكل مبتكر علشان تلاقي الحل. المهارة دي بتنتقل معاك لكل مشاكل حياتك، سواء في تطوير منتج جديد أو في إيجاد حل المشكلة مجتمعية. بتفتح مداركك وتخليك ساحر، فاهم كل حاجة، بتعرف إن الدنيا دي كلها تفاعلات ومكونات. بتشوف أسرار المواد وطبيعة التفاعلات، وده بيخليك متسامح أكتر، متقبل الأفكار الجديدة. بتخليك كده فنان بيفهم لوحة الكون الكيميائية. فرص بقى برعاية الكيمياء. البعض فاكر اللي بيدرس كيمياء ده آخره يطلع مدرس كيمياء، مع احترامي الكامل والشديد جدا لكل مدرسيني أفاضل مدرسين الكيمياء. لا يا سيدي، ده تفكير أيام جدي وجدك خالص. الكيمياء بتفتح لك أبواب كتيرة جدا في مجالات مختلفة وممكن ما كنتش تتخيلها. الصناعات الدوائية والعقاقير دول أساس المجال، سواء كنت صيدلي باحث في الأدوية أو مهندس في مصنع أدوية. صناعة البترول والبتروكيماويات، من استخراج البترول لحد تصنيع البلاستيك والألياف الصناعية، الكيمياء بقى هي أساس الصناعات دي كلها. صناعة الأغذية والمشروبات، تطوير المنتجات الغذائية، مواد الحفظ والألوان، وحتى المنكهات الصناعية، كل ده شغل كيميائي. صناعة مستحضرات التجميل والمنظفات، المكياجات يعني، كل الشامبوهات والكريمات ومساحيق التجميل والألوان اللي بنستخدمها، دي شغل كيميائي. علوم البيئة والاستدامة، لو مهتم بتطوير حلول للتلوث أو إعادة تدوير المخلفات أو تحلية المياه، الكيمياء بقى هي بوابتك للمجال ده. البحث العلمي في أي مجال، أي باحث علمي علشان يحلل مكونات أو يعمل تجارب محتاج يكون فاهم أساسيات الكيمياء. العلوم الجينيائية، تحليل الأدلة في مسارح الجريمة، دم بقى، ألياف، سموم، كل ده بيعتمد على الكيمياء. يعني بتخليك كده كونان كده في نفسك. يعني لو انت بتدرس كيمياء صح، مش مجرد بتحفظ معادلات وبتحفظ تفاعلات، انت بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة جدا في سوق العمل. بتكون مطلوب اكتر في الوظائف الأعلاها أجرا، يعني المرتب. أنا عارفاك بتفكر في إيه. بتكون مستعد لأي وظيفة ممكن تظهر في المستقبل ومحدش يعرفها دلوقتي، لأن الكيمياء هي اللي بتخلق الصناعات والمنتجات الجديدة. ختام الحكاية وفي الآخر، خلينا نبص لدراسة الكيمياء مش على إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها عشان الامتحان ونجيب فيها كام درجة نعدي بيها. لأ، دي استثمار فيك أنت، في فهمك للعالم، في مستقبلك، في كل حاجة في حياتك. الكيمياء مش هتخليك تخلط مية بنار، بالعكس دي هتخليك تفهم ليه المية ما تتخلطش بالزيت، وليه النار بتطلع من التفاعلات. هي اللي هتخليك تفهم الكون كله وتفهم المادة، وتفهم ازاي كل حاجة حواليك بتتكون تتفاعل. فكر في الأمر، ولو انت بتعرف تستخدم أي منتج فدي خطوة أولى حلوة جدا. بس لو درست كيمياء بجد
وعرفت تحلل وتستفيد منها، ساعتها انت تمتلك المفتاح السحري والبوصلة والخريطة، وكمان وصفة الكون اللي هتوصلك لأي حتة عايزة في عالم المعرفة والابتكار في مجال الصناعة والمواد. دي مش مجرد دراسة، دي فلسفة حياة كاملة بتخليك أقوى وأذكى وأكتر نجاح في كل حاجة بتعملها. وحتى هتفهم ليه المية ما بتتفاعلش مع الزيت بالظبط. ايه رأيكم في كلامي؟ هل غير فكرتك على الكيمياء؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإن الكيمياء دي أكتر مادة بالنسبة لي لذيذة شوية، علشان خاطر أنا حافظة الرموز بتاعة العناصر. احفظ الرموز وابدأ بيها كخطوة أولى. رمز الحديد والبوتاسيوم اللي هم أهم 30 رمز كده بتحفظهم، تقريبا كانوا في أولى إعدادي. معرفش المنهج اتغير حاليا ولا لأ، بس لازم إنك تكون حافظهم علشان تحس إن المنهج بالنسبة لك لذيذ وسهل. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتقولي لي رأيكم تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.